السلام عليكم وفيديو جديد. كنتمنى يلقاكم في احوال طيبه. الفيديو اليوم غادي يكون روتين من الروتينات، طبعا تحفيزيه. واليوم غادي نشوفوا كيفاش غادي ننظموا ونخملوا ونديروا التنظيف العميق للدوش او الحمامات ديالنا. طبعا غادي نوريكم واحد البرودوي اللي رائع وغني عن التعريف. وقبل كل شيء كيف كتشوفوا ضروري ما كنجمع شويه الدنيا، كندير غسيل الصابون، كنغسل الماعن ديال الصباح، راكم عارفين الغدا، مهم كل شيء. وقبل بغيت نبارطاجي معكم هاد لي برودوي اللي كنغسل بهم في الماكينه ديال الصابون، صراحه توب 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 توب. اولا مع هاد لو برودوي ديال اوني، هذا حتى هو الليكيد. هاد الليكيد خطير جدا، كيخرج الحوايج بواحد الطريقه رهيبه. وطبعا الكونفور حتى هو اللي كيعطرهم، حتى هو كيعطيهم واحد الرائحه زوينه. صافي كيف كتشوفوا كنسيق من بعد ما كنسالي الجميع ديال الكوزينه كلشي، كنسيق الارضيه ديالي. هنايا كيف غادي تشوفوا هذا هو البرودوي اللي غنشارك معكم، اللي غني عن التعريف وكلشي كيعرفوه، هو اونيتول. هذا اللي سبيسيالمون ديال الارضيات والحمامات، اعزكم الله، الى غير ذلك. مهم كديري شويه منه مع الماء طبعا وكتغسلي، اي حاجه غسلتيها كتبقى كتلمع ورائعه، واللمعه ديالها خطيره جدا. وكيف شفتوا طريقة الاستعمال بسيطة جدا، كديري غير واحد الكمية قليلة، من بعد كتبقاي كتحكي بالشطابة وكتكرطي وصافي. واخر حاجة كندوز الجفاف، كندير فيه شوية ديال المعطر. كيف كتشوفوا هذا المعطر سانغو هو اللي كنستخدم انايا، صراحة رائع. الرائحة ديالو زوينة بزاف، سورتو هذا ديال اللي فيه الرائحة ديال ديك شنو كيقولوا هذيك الوردة البيضاء، تلف لي الاسم ديالها. المهم الوردة البيضاء اللي كتكون في اوراق شجر الرنج، هادوك. المهم ما عقلتش سميتها. صافي كنكمل الدار كامله بنفس الطريقه وكنجفف، من بعد عاد غادي ندوز الحمام، هو اخر ايطاب يعني، مع كنديلو كاع الماء وكل شيء. كيف كتشوفوا نفس الشيء غادي نطبق شويه ديال داك لو برودوي، غنغسل به كل شيء. لا شاس اعزكم الله، غنغسل به كاع الحويجات اللي عندي الانوكس، يعني دوك لي رونجمون اللي عندي الانوكس، دوك الركنيات اللي كندير فيها البابي جينيك، لافابو، هادو ديالهم الروبينيات ديال لافابو ديال الدوش، كلشي كندير شويه وكندوزو وكنخليه واحد المده اللي قليله. يعني تقدروا ما تخليوش كاع مده، غير تحكوا وتشللوا في خطره كيولي كلشي كيلمع. كنديروا حتى الارضيات كيف كتشوفوا هنايا. كيف قلت لكم غادي ندير تنظيف اللي هو عميق للدوش، فراه غادي نغسل به الزليج ديال الدوش ديالي كامل، الحيوطه والارضيه وكل شيء. راكم عارفين الدوش مره خصنا ندورو به، خاصه المنطقه اللي كنعوموا فيها يعني بكثره الرشان والعومان. ضروري كيبقاو دوك الطبايع ودوك القطرات اللي كيسببوا شويه ديال الكالكير، كيبقى بحال متطاير عندنا في الزليج ديالنا. ايضا كيف كتشوفوا هاد الركنيه هادي الانوكس حتى هي كيف كتشوفوا كنطبق عليها غير شي شويه وكنحكو غير بالشتاء وصافي. من بعد كنشللها، يعني طريقه بسيطه ولكن الفعاليه جدا جدا رائعه. من بعد فاش كنشلل راه غادي تشوفوا معايا كلشي كيولي كيبري، كلشي كيلمع بطريقه خياليه وزوينه. صافي كنكمل كل شيء بنفس الطريقه. من بعد كناخذ الرشاش، هذه طريقه صراحه البنات زوينه. ديما فاش تبغيو تشللوا من الاحسن ديروا الرشاش، فهو كينقي وكيحيد داك الرغوه ديال التيد اللي خدمنا به بطريقه اللي هي بسيطه وما كيضيعش الماء بزاف. ماشي بحال فاش كنبقاو نكبو هكايا بالطاسه كنضيعوا بزاف د الماء وما كيهبط لناش داكشي مزيان. هو داك البريسيون ديالو اللي قوي كيهبط كلشي. صافي من بعد كنبداو نمسحو هادوك لي زاكسيسوار ديالنا كاملين بشي طورشون اللي يكون ناشف باش ما يبقاوش فيهم دوك الدمعات ديال الماء. وشوفوا معايا اللمعه كيفاش دايره الانوكس، كيردو كيشعل كيلمع خطير.
اللي شافو كيقول ما عرف شنو درنا له كاع، هو راه غير داك لو برودوي صافي. حتى المرايه حتى هي ديال الدوش حتى هي كندير لها البرودوي ديالها وكنمسحها، يعني كندور بكل شيء اي حاجه كاينه في الدوش كندور بها. كيف قلت التنظيف اللي هو عميق، يعني ما كنفلتو حتى شي حاجه. صافي كاع لي بياس اللي كاينين د اينوكس اللي تغسلوا كلشي كيتمسح بطورشون اللي هو ناشف باش ما يبقاوش كيف قلت دوك القطرات او الدمعات ديال الماء. شوفوا ليا البنات اللمعه الخطيره اللي في الاينوكس، شوفوا ليا الروبينيات كيفاش كيلمعوا، لافابو كيفاش كيلمع، كلشي كيبقى كيلمع، يعني برودوي اللي خطير جدا. طبيعه الحال ما غنقول لكمش غير الحوايج الزوينين، غنقول لكم حتى لي زانكونفينيون ديالو. شوفوا معايا هذا الرشاش، كيف كتشوفوا الرشاش بكثره الماء اللي كيخرج ضروري ما كيكون فيه الكالكير. غادي نعطيكم واحد الوصفه سحريه وفعاله اللي كتحيد منه داك الكالكير. ما يخصكم جوج ديال المكونات فقط، اللي هو الخل ديال التنظيف والبيكربونات، وطبعا غتاخذوا واحد البلاستيك. دونك اول حاجه كنطبقوا فوق منه البيكربونات، يعني كنديروا فوق داك الرشاش، ومن بعد كنكبوا عليه هذاك الخل ديالنا. وطبعا فاش كنضيفو داك الخل غادي نخليوه واحد مده ديال 10 دقائق تقريبا باش يتفاعل لينا الخل مع البيكربونات ويعطي المفعول ديالو. فاش غادي نديرو صافي غادي نسد عليه في ديك البلاستيكه مزيان باش يكون التفاعل غير في ديك المنطقه فقط، وغادي نخليه كيف قلت لكم 10 ديال الدقائق. من بعد غادي نعاود نرجع نطلع عليه. صافي في هذا الاثناء غادي نرد كاع لي بياس اللي كانوا عندي في الدوش. من بعد طبعا ما مسحت كل حاجه باش نردها لبلاصتها، ونردها لبلاصتها وهي نقيه. صافي هنايا غادي نرجع للرشاش ديالي من بعد ما تفاعل. صافي هنايا غادي ناخذ واحد الشيته وغنبدا نحك بها ديك المنطقه اللي انا طبقت عليها ديك الخلطه. من بعد كنضيف شويه ديال داك برودوي ديال اونيتول الازرق وغادي نديرو ونحك به حكه اللي هي خفيفه واخيره. ومن بعد غادي تشوفوا معايا النتيجه قدامكم. صافي انا دابا شللت، شوفوا كلشي كيلمع، الانوكس ديالو الكالكير اللي كان ما بقاش، كلشي تحيد وبطريقه اللي سهله وفعاله طبعا. صافي حتى هو غادي نمسحو بطورشون يكون ناشف، ومن بعد غادي نردو لبلاصتو. وصافي بقاو لي لي غوتوش الاخيرين، هي نرد كل حاجه لبلاصتها ونقاد كل حاجه ببلاصتها من بعد ما تمسح كلشي وما بقات عندي ولا قطره ماء. يعني فاش كتلقاي كلشي ممسوح وريحه النقا كتعطي. وهنا غادي نذكركم بلانكونفينيون اللي قلت لكم، يعني السلبيات ديال داك لو برودوي اللي هي الريحه ديالو. فيه ريحه مجهده بزاف، يعني الناس اللي عندهم الحساسيه ما غاديش يقدروا عليها. ريحه اللي هي قاصحه شي شويه، يعني ضروري ما خصكم ديروا الناس اللي عندهم حساسيه او حتى الناس اللي ما عندهمش راه حتى هما كيشموا ديك الريحه، راه كتكون شويه مجهده. يعني ديروا كمامه ديالكم، حاولوا ديروها باش تقيوا راسكم. الوقايه طبعا خير من العلاج. طبعا اللي بغى يستعملوا اللي ما بغاش يستعملوا راه كاينين تقنيات اخرى اللي ما كنستعملوش فيهم هاد لي برودوي اللي كيضروا بالصحه ديالنا طبعا. دونك هذا كان هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. هنايا كيف كتشوفوا رديت كل حاجه لبلاصتها. الدنيا نقيه، ريحه النقا كتعطي وكل شيء تبارك الله كيشعل وكيلمع. يعني حتى الا دخلتي للدوش كتدخلي بواحد الراحه واحد الطمانينه وانتي حاسه بانك داخله لواحد البلاصه اللي قد ما هي كتكون موسخه قد ما كنبغيوها تكون نقيه، وكنبغيوها تبقى ديما نقيه باش نرتاحوا وحنا داخلين ليها. شوفوا معايا اللمعه ديال الحيوطه البنات، راها خطيره جدا، راه ما يمكنش.
اذا كان هذا هو الفيديو التحفيزي ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. وخليوا لي تعاليقكم الزوينه والاعجاب ديالكم وبارطاجيو الفيديو. الى اللقاء.